طيب قول لي ازاي مونتير يسعر شغله؟ بالنسبة هو مونتير مبتدئ ولا متوسط ولا محترف، اللي هو في مجالنا بنسميه بيجنر ولا ميد ليفل ولا سينيور. تمام، مع طبعا اتكلمنا انا وانت في موضوع السينيور والميد ده، بس خلينا ايه بعدين. المبتدئ، انا هقول حاجة ممكن تكون غريبة، المبتدئ يشتغل بأي سعر. انا ده رأيي، المبتدئ طالما بيبتدي يشتغل بأي سعر لان هو معلوش طلب. انا اول ما بدات كنت بشتغل ببلاش. انا بشتغل، انت اصلا أنا اول 6 شهور بدأت بشتغل ببلاش. فاهم؟ فتيجي بقى بعد كده تشوف الاسعار اللي في السوق، يعني تشوف مثلا اسعار الريل بكام، اسعار البودكاست بكام، اسعار الفيديوهات اللونج بكام، لو ربنا كرمك وعملت اعلان مع ناس بتاخد نسبة كام، لو هو بروجكت شير تاخد نسبة كام. كل الحاجات دي مع الوقت، يعني انت برضو التسعير متوقف على خبرتك ووقتك بكام، وانت بتخلص الفيديو في قد ايه. يعني مثلا اقول لك على حاجة، انت في اول ما بدأت اول فيديو عملته كنت ممكن تاخد فيه 8 9 ساعات، دلوقتي نفس الفيديو دلوقتي ممكن تاخده في ساعتين. فهي الفكره برضو في الخبره، الفكره في ان انت بتعرف تخلص الفيديو في قد ايه. وفي حاجه مهمه لازم تبص لها، الكلاينت هتشتغل مع مين. المصري مش زي السعودي، مش زي الاماراتي، مش زي الشخص من امريكا. يعني في ناس تقول لك انا بعمل سعر واحد لكله، ده صح. وفي واحد بيسعر على حسب العميل ده ايه، يعني العميل ده من مصر، العميل ده من بره مصر، لان التسعير في مصر غير التسعير بره مصر. ليه دلوقتي الناس اللي بره مصر يقول لك انا هجيب واحد مصري او اجيب واحد من مصر يشتغل، ان هو بيقول لك انا بحاسبه بسعر مصر؟ لا، انا بشوف ان ده غلط. بس على فكره ده دلوقتي بقى منتشر، منتشر الموضوع ده جدا. للاسف ولما تيجي تقول له كده يقول لك لا هو انت ليه بتقول لي بالريال، لا هو انت ليه بتقول لي بالدرهم، ايوه، انت عايش في مصر. هي ما دي برضو غلط. فانا بقول لك انا اللي انا ماشي بيه دلوقتي ان انا بدي تسعير ثابت لكل الناس، مصري اردني سعودي اماراتي ايا يكن، دلوقتي انا بدي تسعير ثابت لكل الناس. والحاجه الاحسن بعد بقى فتره ما تيجي تسعر هتبدا تعمل باكجات. هو الشغل كله في الباكجات، كل ما عدد الفيديوهات زاد كل ما انت بتقلل في السعر. في ناس تقول لك لا انا سعري ثابت مهما كان عدد الفيديوهات، ده خلي بالك في السوق ما بيشتغلش. لازم تعمل باكج من اول فيديو، 5 فيديوهات، 10 فيديوهات، 20 فيديو، 30 فيديو، 40 فيديو، وكل ما الباكج بتعلى كل ما سعر الفيديو الواحد في الباكج بيقل. فاهم؟ وبرضه في حاجة تانية، أي سعر لازم تحط لنفسك أنت حد أدنى. يعني برضه إنك إزاي تحسب السعر، أولا لازم تحسب مصاريف اللاب بتاعك أو جهازك، مصاريف النت، مصاريف السوفت وير والمواقع اللي أنت بتشترك بيها، قسمها على الشهر. يعني في حسبة بسيطة كده إنك تقسم كل الحاجات دي على الشهر باليوم، وهتطلع نسبة ربح مثلا فوق الفيديو بتاعك، تبدأ تقسمها على الأيام. فدي من أحسن الطرق إن أنت تسعر شغلك. وخلي بالك دايما دايما سعري غير سعرك غير سعر حد تاني، فموضوع السعر ده فيه كلام كتير، المهم السعر اللي يرضيك. طيب انا بيجي لي عملاء بتقول لي بتقعد تكتر في عدد الفيديوهات عشان ياخدوا سعر قليل. انا مره جالي عميل مم. بيقول لي انا عاوز اصور 50 فيديو حلو. عشان عاوز بقى. قلت له خلاص انت عاوز اعمل لك الفيديوهات ببلاش بقى، يعني لو طب انا اعمل بس، لك الفيديو ب 50 جنيه لا بقى بس اقول لك على يعني، حاجه، فاهم؟ 50 فيديو وبس يدفع لك تمن نص الباكج. هي دي الفكره. يعني هو اتفق معاك على مونتاج 50 فيديو، انت ماشي. مثلا 50 فيديو بتعمله باكس، يا اما تاخد اكس مقدم عشان تضمن ال 50 فيديو، لان انا اتقرصت الموضوع ده كتير، يقول لك انا هعمل 30 فيديو احكي لي بقى. وهبعت لك اول 5 فيديوهات وشكرا. وشكرا ما تلاقوش تاني، او هعمل فيديو تجربه. فاهم؟ وبرده في موضوع عايز اكلمك فيه، هو قول. كده انت قرصت منه، موضوع التست، طبعا. انك تعمل تيست. انا بطلت اعمل تستات. اه، انا انا بطلت بطلت. اعمل. انا يا باشا ده شغلي ايوه، بورتفوليو اهو، عاوز زي ده ادفع. تمام. بس هو الفكره انت ساعات برضو ممكن حد يجي لك انت ما عندكش نفس نوع فيديوهاته في دي البورتفوليو بقى دي بتاعك. بقى بتبقى التركايه بقى. بس لازم اولا على حسب العميل طبعا، بس انا بامن بالتست امتى بصراحه، قول لي بقى. لما تروح تشتغل في شركه.